من أعجب من قابلت في مسافر مع القرآن شاب كفيف لم يتجاوز عمره 11 عاما، حفظ القرآن وعمره 7 سنوات. لم تنتهي قصة هذا الشاب، بل كان يحفظ القرآن بطريقة رائعة وعجيبة. إنه الشاب الكفيف جهاد المالكي. نحن الآن في مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، ونتحدث في هذا المسجد عن القرآن وعن نموذج قرآني رائع وهو الشيخ جهاد المالكي. كيف حالك يا شيخ جهاد؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حبيبي يا شيخ جهاد. شيخ جهاد ما شاء الله أنت حافظ للقرآن الكريم كامل؟ الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. متى بدأت يا شيخ؟ وعمري 5 سنوات. اشرح لي كيف بدأ الشيخ جهاد في حفظ القرآن؟ يعني كنت أسمع نعم إذاعة المجد للقرآن الكريم. إذاعة المجد للقرآن الكريم؟ قناة المجد للقرآن الكريم. نعم. ومن كان شيخك في البداية حفظك القرآن؟ الشيخ ميزان وفقه الله. ما شاء الله. ماذا حفظت على الشيخ ميزان؟ حفظت 7 أجزاء من القرآن الكريم. ما هي 7 أجزاء؟ من الفاتحة نعم إلى الآية 10 بعد 100 من سورة الأنعام. ما شاء الله. من سورة الأنعام؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. كان هذا في أي منطقة؟ في الرياض. وبعد 7 أجزاء من القرآن أين انتقلت يا شيخ جهاد؟ انتقلت إلى المدينة المنورة. ما شاء الله. وحفظت الباقي في البيت. كيف؟ مع والدي. كيف حفظتك والدتك يا شيخ جهاد؟ كنت أحفظ عن طريق السماع. كيف؟ أي تسمع المقرر، نعم، ثم تقوم بتكراره آية نعم، حتى تحفظه، ثم تقوم بتكرار سماعه، ثم تقوم بتكراره كله، نعم، ثم تقوم بتسميعه عند والدتك أو والدك، ثم إذا كان عندك شيخ نعم، فتسمعه عنده، وهكذا في اليوم التالي، وتراجع الوجه كامل. ما شاء الله. كم كنت تحفظ تقريبا في اليوم؟ نصف وجه. نصف وجه يوميا تحفظ نصف وجه؟ كنت أحفظ نصف وجه، نعم، ووجها ووجهين حتى نعم. أتم الله علي. ما شاء الله ما شاء الله. أتم الله عليك بحفظ القرآن، وهذا أعظم كنز الله سبحانه وتعالى يعطيه للإنسان. من عجائب هذه القصة أن والدة جهاد كانت تسمع القرآن باستمرار منذ أن كان جهاد جنينا في بطنها. ولدت جهاد استمرت تسمع القرآن وتسمع جهاد القرآن حتى بلغ من عمره 5 سنوات. والله أعلم أن لهذا السبب حفظ جهاد القرآن بإتقان. شيخ جهاد حبيبي، نعم. كم عمرك عندما حفظت القرآن الكريم؟ 7 سنوات ولله الحمد. 7 سنوات حفظت القرآن الكريم كاملا؟ نعم. والآن أنت تراجع القرآن مع من؟ الآن أراجع مع نفسي. مع نفسك أنت تراجع القرآن؟ نعم. كم تراجع في اليوم؟ تقريبا 3 إلى 5 أجزاء. هل التحقت بشيخ من المشايخ تقرأ عليه القرآن؟ التحقت أولا، نعم، بعد حفظ القرآن بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. نعم. ثم التحقت بدار الفرقان، نعم، لتحفيظ القرآن وتعليمه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ماذا شعرت عندما حفظت القرآن؟ شعرت بفرح كثير. نعم ما شاء الله. وكيف كانت فرحة الوالد والوالدة عندما حفظت القرآن؟ كبيرة. ما شاء الله ما شاء الله. شيخ جهاد، نعم. أريد أن أختبرك في القرآن. لا حرج. لا حرج؟ نعم. جاهز؟ نعم. أنت شيخنا وحبيبنا، المفروض أنت اللي تختبرني، ولكن اسمح لي أني أنا أختبرك. لا حرج. الله يبارك فيك. بدأت في اختبار الشيخ جهاد في القرآن، ولكن كان اختبار الشيخ جهاد خاص جدا تبارك الرحمن. كان حفظه للقرآن متقن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحميه. آية 34 في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آية يا شيخنا 171 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أكمل. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الإمكانية وهذا الإتقان لا يأتي إلا بجهد كبير جدا. أولا الإخلاص، ثم التوكل على الله، ثم جهد الوالدين. الولد كفيف، الولد كان صغيرا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تبارك الله اجتهد الوالد فوصل إلى هذه الإمكانية. عبرة لكل شخص يشاهد هذا النموذج الرائع ما شاء الله تبارك الله. قرآن لا يرضى أن نقول فقد البصر، بل يقول فقد النظر، صح؟ نعم. نعم. لماذا؟ لأن البصر أصلا نعم. هذا في القلب من نور القلب. إن الله تعالى يقول نعم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شيخنا الله سبحانه وتعالى أخذ منك النظر، هل تشعر بالحزن؟ لا أشعر بالحزن، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ مني نعمة النظر وأعطاني نعمة البصر والبصيرة، وهذه النعمة لا بد أن يشكر الله عليها. وكيف شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى هذه؟ حفظت القرآن. نعم. لا بد أن أعمل به. نعم. الله أكبر الله أكبر. طيب يا شيخ جهاد، ما هي أمنيتك؟ ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ أن أكون إماما للحرمين، وأن أكون عالما لرضا الله. وأنا ما ترك جهاد، سألت أيضا عن المتشابهات في القرآن، ولكن قولوا ما شاء الله. شيخنا أريد أن أسألك بعض الأسئلة المتشابهات في القرآن. إن شاء الله. شيخنا يقول ربي عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. تشبهها الآية. هذه أي سورة؟ هذه سورة النحل، الآية 66. ما شاء الله تبارك الله. تشبهها نعم. الآية 21 من سورة المؤمنون. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. اقرأ اللي في سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. شيخنا أسألك سؤال آخر. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. هذه أي سورة؟ فكيف كان عقاب، الآية 32 من سورة الرعد. ما شاء الله تبارك الرحمن. تشبهها الآية 41 من سورة الأنبياء. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.